كليوباترا الأولى كانت أول ملكة تحمل هذا الاسم في العصر البطلمي، وهي ليست كليوباترا الشهيرة المعروفة في التاريخ العالمي. جاءت كليوباترا الأولى من الأسرة السلوقية في سوريا، وتزوجت الملك بطليموس الخامس ضمن اتفاق سياسي أنهى صراعاً طويلاً بين القوتين البطلمية والسلوقية. وبعد وفاة زوجها أصبحت وصية على العرش، وحكمت مصر نيابة عن ابنها بطليموس السادس، وتميز عهدها بدرجة ملحوظة من الاستقرار والهدوء مقارنة بالفترات السابقة. ورغم تشابه الأسماء، يجب التأكيد في هذا السياق على أن كليوباترا الأولى تختلف تماماً عن كليوباترا السابعة الشهيرة التي جاءت بعد أكثر من قرن ونصف، والتي ارتبط اسمها برومان ويوليوس قيصر ومارك أنطوني. أما كليوباترا الأولى فكانت شخصية سياسية هادئة بعيدة عن الصراعات الدولية الكبرى، وركزت على ترتيب شؤون الدولة الداخلية والحفاظ على وحدة الحكم خلال مرحلة كان يمكن أن تتعرض فيها البلاد للانقسام. أظهرت الوثائق أن كليوباترا الأولى كانت تحظى باحترام واسع داخل البلاط، واستطاعت إدارة شؤون الدولة بكفاءة، وتنظيم الضرائب والتجارة، وتهدئة العلاقات مع الدول المجاورة، كما اهتمت بتأمين الحدود وتقوية الجيش لضمان استقرار المملكة. لعبت دورا مهما في إعداد ابنها للحكم، وأسهمت في انتقال السلطة إليه بسلاسة. وتظل شخصيتها مثالا للملكة التي اعتمدت الحكمة والاعتدال في إدارة الدولة، رغم أنها لم تحظ بالشهرة التي نالتها كليوباترا السابعة، والتي لا يجمعها بها سوى الاسم فقط. مدينة طيبة كانت واحدة من أعظم المدن في مصر القديمة، وتقع على الضفة الشرقية لنهر النيل في صعيد مصر بالقرب من الأقصر الحديثة. لعبت طيبة دورا محوريا على مدى آلاف السنين، وكانت عاصمة لمصر خلال الدولة الوسطى والدولة الحديثة، ومركزا سياسيا ودينيا واقتصاديا. عرفت طيبة بأنها مقر الملوك والفراعنة، حيث شيدت فيها المقابر والمعابد الضخمة مثل معبد الكرنك ومقابر وادي الملوك ووادي الملكات، كما كانت مركزا لعبادة الإله أمون الذي أصبح الإله الرئيسي في طيبة، وانتشر كلته في جميع أنحاء مصر. كانت المدينة مركزا إداريا مهما، حيث كانت تدير شؤون الدولة، وتضم البلاط الملكي ومكاتب الإدارة والجيش وخزائن الخزينة الملكية، كما ازدهرت فيها التجارة والحرف اليدوية، واستقطبت الحرفيين والفنانين من جميع أنحاء البلاد للعمل في بناء المعابد والتماثيل والأهرامات. إلى جانب دورها السياسي والديني، كانت طيبة مركزاً ثقافياً وعلم، حيث تعلم الكتاب والكهنة فيها الكتابة والرياضيات والفلك والطب. ومع مرور الزمن أصبحت طيبة رمزاً للقوة والازدهار في مصر القديمة، وما زالت آثارها شاهدة على عظمة الحضارة المصرية وتاريخها الطويل. الملك حرعًا هو ثاني ملوك الأسرة الأولى بعد الملك مينا، وواصل جهود توحيد البلاد وترسيخ السلطة الملكية المركزية التي بدأها سلفه. ركز خلال حكمه على تنظيم الأقاليم وضمان خضوع حكامها المحليين للسلطة الملكية، كما اهتم بمراقبة جمع الضرائب وتنمية الزراعة التي كانت العمود الفقري للاقتصاد المصري المبكر، ما ساعد على استقرار الدولة وتأمين مواردها. واستمر حرع في استخدام التاج المزدوج رمز وحدة مصر العليا والسفلى، مؤكداً مكانة الملك كرمز للسلطة والسيادة. وأبرز اهتمامه العاصمة ممفيس كمركز إداري وسياسي وعسكري، حيث كانت تدير الدولة شؤونها وتشرف على الجيش وحماية الحدود، لا سيما المناطق الواقعة على طول نهر النيل والتي كانت تواجه تهديدات من القبائل المجاورة. تميز حكم حرعًا بالصرامة والحكمة في الوقت ذاته، فقد حافظ على النظام الداخلي وأشرف على المشروعات الكبرى، واهتم بتقوية الجيش وتنظيم الاقتصاد والزراعة، مما مهد الطريق لاستقرار الدولة المبكرة واستمرار قوة الأسرة الأولى. وبفضل جهوده أرسيت قواعد الحكم الملكي المبكر،
وأصبح للملك دور مركزي يجمع بين السلطة السياسية والدينية والعسكرية، ممهداً الطريق للأجيال اللاحقة للحفاظ على وحدة مصر وتعزيز مكانتها على مر العصور.